بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله في الجزئيه دي هنحاول نتكلم عن سمكه تانية. احنا كنا اتكلمنا في اللقاء اللي فات عن سمكه البول والطباره. النهارده ممكن نتكلم ناخد برضه فكره برضه لحد كبير عن القرموط. سمكه القرميط. سمكه القرميط بيقولوا عليها الكاتفش، العائله القطيه. في اكتر من نوع منها. المشهور هنا طبعا في مصر اللي هو القرموط الافريقي ده. آه، السمكه دي سمكة أنا باحس إنها مظلومة شوية، يعني سمعتها مش قوي، لكن هي سمكة أنا باحس إنها مظلومة شوية، ما خدتش حقها في الدراسات اللي قام بها الباحثين في موضوع الاستصدراع السمكي بالنسبة للقراميط يعني، لكن عليها شغل كويس، عليها شغل كويس جدا يعني. طب هي سمكة مربحة؟ أيوه، في أي وقت سمكة القراميط دي سمكة مربحة، وفيها مميزات مش موجودة في أنواع سمك كتير جدا، وبتتحمل ظروف ما يتحملهاش أي نوع تاني من السمك. هي مثلا من الاسماك اللي هي بنقول عليها من الاسماك اللي هي الرميه. والرميه دي مش معناها عيب فيها، لكن هي دي طبيعتها يعني. وفي نفس الوقت بيقولوا عليها رميه وكانسه. يعني كانسه هي يعني ما بتخليش اي حاجه ممكن تتاكل هي تاكلها. والرميه ده معناها ان اي حاجه مخلفات لاي حاجه مرممه بتاكلها. هي دي طبيعتها، هو طبيعته كده، لان هو اصلا سمكه لحد كبير مفترس، فبيحب ياكل اللحوم. فاللحوم اللي قدام منه هتكون ايه؟ اما اسماك صغيره عنه، او ان حاجه ماتت وهو بياكلها. فدي طبيعته. آه، في العاده الناس اللي بتربي قرابيط هنا في مصر بيقول لك احنا لازم ناكلها مخلفات المجازر. انا عن نفسي ممكن افضل مخلفات المجازر لسمكه القراميط. مخلفات المجازر دي مش معناها حاجه ان هي سيئه السمعه بالنسبه للقراميط، لا على العكس. مخلفات المجازر دي اللي هي مخلفات الحيوان بعد الذبح، يعني الدم اللي موجود، او بواقي مخلفات المجازر بتاعه المذابح، او مخلفات المجازر بتاعه الدواجن. كل ده ممكن القراميط بتقوم وبتاكلها وبتستفيد منها بشكل جيد جدا. ودي كمان لو تلاحظ ان سعر المخلفات دي هيكون سعر رخيص جدا عن العلف. فلو انا ضفت جزء كبير من المخلفات دي لعلف لاكل القراميط، انا كده وفرت جزء كبير جدا من التكاليف على القراميط. عشان كده احنا دايما بنقول التكاليف على القراميط بتكون ارخص بكتير من اي سمكه تانيه. معدل التحويل في القراميط عالي جدا، لدرجه ان احنا ممكن بعض الكتب بتقول ان ممكن الكيلو، آه، كيلو علف يعني او مخلفات او الكلام ده يديني 900 جرام لحم في القراميط. لكن في العاده ما بتكونش النسبه دي، لما نيجي ننفذ بشكل عملي ما بتكونش النسبه دي دقيقه قوي. نحتاج نسبه اعلى من كده شويه، لو خاصه ان احنا لو ركزنا في موضوع المخلفات، لان المخلفات كلها مش واحده. بنيجي ممكن من مميزات المخلفات بتاعت القراميط اللي بياكلها، انا ممكن استعمل اي مخلفات. مخلفات السلخانات والمجازر، نفس الكلام مجازر الدواجن، كل المخلفات اللي بتطلع منها. ممكن كمان مخلفات اللي هي بتطلع من المطاعم، تشمل كل حاجه، كل متخلفات الاكل بتاعت المطاعم، المخلفات اللي هي كلها اللي بيرميها المطاعم ديت ممكن نستعملها للسمك، القراميط. اي مخلفات ممكن تنحط عليها، حتى لو مخلفات نباتيه مثلا زي مثلا رجع كون ولا دشيشه ولا الكلام ده، انا ممكن اخلطه مع المواد اللي هي مخلفات المجازر دي، واخلطها معاها وياكلها برضه القراميط من ضمن نواتج او من ضمن المواد العلف اللي بتخش في تغذيه القراميط.
القراميط من الاسماك مش هنقول سهله قوي في التفريخ، لكن ممكن تتفرخ عادي موجوده. او البلطه اسهل شويه في التفريخ منها، لكن هي برضه ممكن نفرخها صناعي، وممكن تفرخ هي بشكل طبيعي. يعني ممكن تتفاجئ عندك في الحوض وانت مربيها ان انت الحمد لله. احنا ممكن نربي، ممكن تلاقي مثلا ظهرت لك زريعه قراميط في حوض انت مربيها فيها بدون ما تكون عامل حسابك على ان انت هتلاقي فيها زريعه ولا لا. لان ممكن اي علبه صغيره او اي حفره في الحوض او اي انيه فخار او بتاع موجوده في قلب الحوض ممكن تخلي القراميط، تحس القراميط ان هو يبوط فيها ويبيض فيها ويفرخ يعني. دي نقطه. والنقطه الثانيه ان احنا لو حبينا نفرخه صناعي بنقدر نفرخه صناعي برضه بالحقن والكلام ده، ونقدر برضه نحصل على زريحته يعني. فزريحته متوفره وفي اي وقت متوفره. ودايما بنجيب زراعه القراميط بنشتريها تجار بيبقوا عندنا مش صغيره، بيبقوا عندنا مثلا آه، آه، كبيره يعني، مثلا عشان تتربى وتاخد الدوره بتاعتها بسرعه وتطلع في خلال الموسم. بنجيبها زريعه كبيره شويه، مثلا 5 سمكات او 6 سمكات في الكيلو. فدي بتبقى مناسبه قوي ان انا اجيبها كزريعه واحطها في الحوض، وتقدر توصل لي لكيلو، اكتر من كيلو بعد انتهاء الموسم. فده بيبقى مردودها سريع ونموها سريع. من ناحيه تحملها للبيئه الغير مناسبه، هي اكثر من سمكه بتتحمل البيئه السيئه. يعني لو ما خافش عليها من نسبه اكسجين اقل، ما خافش عليها من معدل تغيير الميه اقل. يعني لو ما اتغيرتش بشكل كبير، ما مش هتقلقنا قوي على القراميط. لو الاكسجين قل بنسبه كبيره برضه ما يزعلنيش، لان احنا قلنا قبل كده ان القراميط لها القدره انها تتنفس الهواء الجوي بتاعنا ده اهو بشكل كامل. وكمان بتتنفس بالخياشيم، لانها تقدر تتنفس بالخياشيم زي اي سمكه. وكمان لها عضوين تنفسيين موجودين في الراس، بتقدر تستفيد منهم، تقدر تتنفس منهم الهواء الجوي بتاعنا ده. عشان كده احنا دايما بنقول القرموط لو خرج بره الميه ممكن يقعد فتره طويله من غير ما ينأذي. يعني لو مجرد بس جسمه مبلول ممكن يعيش، او لو مثلا عايش في حبه ميه صغيرين جدا، ممكن البرموت البالغ يعيش لاكثر من 40 ساعه بدون ما يتاثر من الاكسجين اقل. دي حاجه بالنسبه للقراميط البالغه يعني. فدي من ضمن الحاجات. لو نسبه الامونيا برضو عاليه، دي برضو ما بتزعلش القراميط قوي. ف- فهو كده بيتحمل بيئه صعبه ما بيتحملهاش اي نوع تاني من السمك. فاحنا لازم برضه نبقى عاملين حسابنا ان انا ما بقاش قلقان قوي لو انا حتى ما عنديش الخلفيه الفنيه اللي هي ممكن تربي لي ان انا ابقى قلقان مثلا، مش زي البلطي، مش زي السمك البوري والطباره وغيره. لا، هو بيتحمل ظروف سيئه جدا اصعب من اي سمك. لكن الحاجه اللي ما بيتحملهاش، ودي مهمه، انه ما بيتحملش الملوحه. الملوحه بالنسبه له قاتله. يعني نسبه الملوحه لو زادت في الميه دي ممكن تموت لي سمك البر. ولازم اعمل حسابي برضه، ولازم اقول لو انا مربي القراميط دي لوحدها، لازم انبه المربي عندي ان هو ما يخليش القراميط دي تجوع. اوعى ان هي القراميط دي تجوع. لو جاعت بتبتدي تظهر بقى موضوع الافتراس. هي طبيعتها ان هي مفترسه، هتبتدي تستضعف اللي هو الضعيف منها ويبتدي يفترسوه. ده ليه؟ لانها ما انتش حاطط لها الاكل بتاعها بكميه كافيه. فحاول ان القراميط ما تجوعش عندك عشان خاطر ما تتاثرش وتظهر عندك ظاهره الافتراس دي. يا رب نكون حطينا يعني خلفيه بسيطه عن سمكه القراميط. وان شاء الله برضه فيديوهات تانية نتكلم عنها برضه بشكل افضل واكتر، ونحط عليها تفاصيل اكتر. السلام عليكم ورحمه الله.